اهلا وسهلا بيكم. معاكم قناة حكايات أميرة. النهاردة هنتكلم عن مجموعة من العرب اللي ألحدوا وازاي كانت نهايتهم، وخصوصا حمزة البسيوني كان من أقذر الرجال العرب اللي ألحدهم، ونهايته كانت أبشع نهاية ممكن تتخيلوها، وازاي اتحولت جمجمته لطفاية سجاير. قبل ما نبدأ حكايتنا فضلا وليس أمرا صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. مش هطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا نبدأ حكايتنا. أول واحد معانا اسمه جان بيرو، اسمه الحقيقي محمد، يوتيوبر عربي. كان على طول بيشتم في الدين وفي الإسلام وفي المصحف، وبيقول أنا بشتم وبعمل كل حاجة وعايش وما جراليش حاجة، مع إن على طول نسمع إن ما ينفعش تسب الأنبياء والرسل والدين عشان ممكن تموت أو يحصل لك حاجة. بس أنا بقول لكم اهو، أنا بشتم وبعمل كل حاجة وما حصليش أي حاجة. لدرجة إن هو في مرة فتح لايف وقعد يشتم ويسب أعزكم الله، وعمل كل حاجة ممكن تتخيلوه، وقال بالنص كده، وقال ده أنا كمان طلبت من ربنا إني أموت وما متش، ده أنا كمان صحتي بقت في الأحسن. وبعدها بيومين اتوفى، وكل أصحابه الملحدين باعوه ورفضوا حتى إن هم يستلموا جثته، وقعد في التلاجة لمدة 12 يوم ومحدش كان راضي يستلم جثته، لدرجة إن هم كانوا بيحاولوا يلموا فلوس عشان يدفنوه بس مش عارفين، وكل أصحابه الملحدين باعوه ورفضوا إن هم يدفنوه. تاني واحدة معانا هي سارة حجازي. سارة حجازي من مواليد 1989. سنة 2016 سارة أعلنت مثليتها، وبعديها بسنة سنة 2017 نظمت حملة وسمتها ادعم الحب، وفي الحملة رفعت علم المثلية، عشان بعديها اعتقلت لمدة 3 شهور، وبعد ما خرجت من السجن سافرت على كندا، وهناك حياتها اتبدلت 180 درجة عشان يجيلها اكتئاب، وخلصت على نفسها وريحتنا وريحت البشرية منها. تالت واحدة معانا هي ريما العمانية، اللي كانت بتدعم للنسوية وبشدة، ده كمان لحست مخها، وكانت بتشجع الستات والبنات ان هم يتجهوا للنسوية عشان تحس ان هي مظلومة ببلدها ومش قادرة ان هي تاخد حقها. وبعد كده اتعرفت على شاب سعودي بيساعد الستات الخليجيات ان هم يسافروا لبريطانيا عشان يتحرروا، واقنع ريما ان هي تسافر معاه لبريطانيا، ووعدها بالحياة هناك هتبقى وردي وهتتحرر من كل اللي هي فيه. وفعلا ريما صدقته وسافرت معاه على بريطانيا، وقعدت سنة هناك، وبعد السنة اكتشفت ان كل الحياة الوردي اللي وعدها بيها طلعت كدبة. وبعديها ملقتش فلوس ان هي تصرف، اتجهت للإباحية، وبعديها جالها اكتئاب من الإباحية واتجهت للمخدرات عشان تموت بجرعة زيادة، وتموت وتتعفن جوه شقتها، ويعرفوا ان هي ماتت من ريحتها اللي طلعت. وللأسف كل اصحابها الألوان بعدوا عنها وتخلوا عنها، ومرضيوش حتى ان هم لا يستلموا جثتها ولا يدفنوها، ولا حد مشي بجنازتها. رابع واحد معانا اسمه ديفيد رجل الكهف، مواليد 83. اسمه الحقيقي محمد صواف، سوري الجنسية. محمد كان عايش عيشة مرفهة جدا، وكان بيسافر لجميع أنحاء العالم، بس للأسف كان ملحد، وله قناة على النت وكتب هو مؤلفها بعنوان ماذا بعد أن يموت الله. وللأسف برضو مات وهو منتحر ومخلص على نفسه، والناس ما بتعرفش ان هو مات غير من ريحة جثته اللي بتعفن. استغفر الله، نفس الموتة اللي بيموتوها أغلبية الملحدين. خامس واحدة معانا هي نهى سالم، مصرية الجنسية، من مواليد 1960. خريجة طب بشري، اتجوزت في سن صغير، اتجوزت وهي عندها 21 سنة، وخلفت 3 أولاد. وجوزها كان بيضربها ويعذبها ويعنفها لأنه كان متدين وكان متشدد جدا. وهي عندها 30 سنة بدأت أفكارها تتغير بسبب تعذيب جوزها ليها وضربه وتعنيفه لأنه كان بيعذبها، وقررت ان هي لازم تتطلق منه. وبعد ما اتطلقت من جوزها
قلعت النقاب وبقت معادية للإسلام وبشدة، وقالت إن أنا لا بؤمن لا برسل ولا أنبياء ولا قرآن ولا بسيدنا جبريل إنه نزل على سيدنا محمد، ولا بؤمن بالكلام ده خالص. وطلعت قالت الكلام ده مع ريهام سعيد. واول ما نهى طلعت في برنامج ريهام سعيد اعلنت عن افكارها، واعلنت عن ان هي ما بتؤمنش لا بالرسل ولا بالديانات ولا بتؤمن بالكلام ده، لحد ما استفزت ريهام سعيد. ريهام سعيد اتضايقت وطردتها بره اللوكيشن. هنا اتضايقت وقالت لها انت ازاي بتطرديني؟ انت مش عارفه انا مين؟ انا الدكتوره نهى سالم. هنا الناس بدأت ان هي تبحث وتدور وراها لحد ما عرفوا هي مين. هنا نهى سالم خافت ورجعت لبست النقاب تاني. مش لبسته لا سمح الله ان هي ربنا هداها، لا ده لبسته عشان هي خافت على حياتها، عشان بعديها بقت معادية للإسلام وبشدة. وكانت اي حد بتسمعه ان هو هيدخل الاسلام او ربنا يهديه كانت بتكلمه وتقول له ازاي تعمل كده، لدرجة ان كان في شاب اسمه رام كتب على صفحته وقال ان انا بدأت اصلي بعد انقطاع 12 سنة. هي دخلت على الخاص وقالت له انت ازاي تعمل كده؟ انا كنت مفكراك اعقل من كده، صلاة ايه اللي انت عايز تصليها؟ ده بتبوظ الجسم وبتهلك الصحة، والمية دي بتبوظ البشرة، وكل الكلام ده مفيش كده، وانت لازم ترجع عن الطريق اللي انت ماشي فيه. عشان هنا رام طلع كل المحادثات اللي على الخاص اللي هي كانت بعتها له ونشرها على العلن وفضحها. هنا المقربين ليها واصحابها اول ما سمعوا الكلام ده حاولوا ان هم يقنعوها ويرجعوها عن الطريق اللي هي ماشيه فيه، لكن هي كان كل ردها كانت بتقول لهم انا لا بؤمن لا بجنه ولا نار ولا رسل ولا انبياء ولا في الكلام ده اصلا، عشان صحابها بعديها يبعدوا عنها لانهم شافوا ان هي افكارها متطرفه وان هي ماشيه في طريق مش كويس، وكل اصحابها بعدوا عنها وتخلوا عنها. عشان بعديها عملت حملة كبيرة جدا اسمها ما ترميش على الارض. طبعا الحملة دي مش غرضها ان هي تنظف الشوارع او تحافظ على الشوارع من الزبالة عزكم الله، لا ده كان مدخل لحاجة تانية، معناها ان هي ما ترميش عقلك في الارض وتمشي ورا شيخ ويقنعك بحاجات تانية تبع الاسلام. طبعا هو ده كان هدفها الرئيس، عشان بعديها تسافر تركيا كسياحة. بس هي ما كانتش مسافرة للسياحة ولا حاجة، هي اتعرفت على شاب عن طريق النت وسافرت تركيا عشان تتجوزه. واول ما سافرت تركيا واتجوزت الشاب ده بدأت ان هي تنشر صور ليها مع الشاب ده. بس بعديها بفترة بعتت للمقربين ليها وقالت لهم ان هي مش مبسوطة بالجوازة دي لانه ضحك عليها وطلع ان هو لا تركي ولا هيديها الجنسية التركية زي ما هي عايزة ولا معاه فلوس، ده حتى ما معهوش يدفع ايجار الشقة اللي هم قاعدين فيها، وان هو ضحك عليها وطلع نصاب. وبعديها بكام يوم موبايلها اتقفل واختفت ومحدش يعرف عنها حاجة. ابنها قلق عليها قرر ان هو يسافر تركيا عشان يطمن على والدته. اول ما سافر تركيا بدأ يدور عليها في الاماكن اللي هي كانت متواجدة فيها، لكن للأسف ما لقاهاش. هنا قرر ان هو لازم يبلغ السلطات التركية، والسلطات التركية اتصلت على ابنها بعديها بيومين وقالوا له تعالى احنا لقينا جثة في حديقة وتعالى عشان تتعرف عليها. وابنها اول ما شافها ما قدرش ان هو يتعرف عليها من بشاعة المنظر، لان شعرها كله كان محلوق، ضوافرها كلها كانت مخلعة، مكبوب على وشها مية نار، وكأن كان حد قاصد ان هو يعذبها ويبهدلها للدرجة دي. ابنها ما قدرش ان هو يتعرف على الجثة، فاضطروا ان هم يعملوا لها تحليل DNA، وفعلا من التحليل اثبتوا ان دي نهى سالم. بس ابنها قرر ان هو يدفنها في تركيا لان هي كانت الجثة كانت في حالة صعبة وكانت متعفنة ومتحللة، وما قدرش ان هو ينقلها مصر عشان يدفنها، فقرر ان هو خلاص هيدفنها في تركيا. وطبعا هي دلوقتي توفت وراحت عند ربنا وعرفت ان الله حق والدين الاسلامي هو الحق، وان هي في حياتها اهانت الرسل والانبياء فربنا اهانها في اخرتها. ربنا يحسن ختامنا جميعا. سادس واحد معانا النهاردة هو اقذر شخصية مصرية، حمزة البسيوني، اقذر ملحد عرفته البشرية، كان مسميينه بعبع السجون المصرية، كان قائد السجن الحربي ايام جمال عبد الناصر، كان بيعذب المساجين بشكل لا يوصف،
وهو أول واحد أدخل المدنيين للسجن الحربي، وهو برضو صاحب جملته الشهيرة: أنا القاضي، أنا الجلاد، أنا الإله. المعتقلين لما كانوا بيتعذبوا ويقولوا يا رب، كان يقول لهم: لو ربنا بتاعكوا ده، استغفر الله العظيم، لو نزل هسجنه في الزنزانة اللي جنب منكم، أعوذ بالله. كان بيفنن في تعذيب المساجين، وكان على طول يقول لهم: أنا الذي أحيي وأميت، أعوذ بالله. وكان المساجين اللي لسه جايين جداد كان ليهم استقبال سبيشيال مخصوص عشانهم. كان بيجردهم من كل ملابسهم ويسيب عليهم الكلاب تاكل وتنهش في جسمهم، لان هو كان بيحب الكلاب جدا. ده كان بيأكل الكلاب قبل ما العساكر تاكل. وكان على طول يقول: انا ما حدش يعرف عدد المساجين اللي عندي، يعني لو قتلت كل يوم 100 كلب زيكم ولا حد هيحاسبني ولا حد هيقول لي انت بتعمل ايه. تخيلوا واحد زي ده مش فارق معاه وجود ربنا والعياذ بالله، فمش هتفرق معاه المساجين قتل مين ساب مين. وبعديها سافر امريكا عشان يتعلم اصول التعذيب. انا مش فاهمه هو طلع يتعلم اصول التعذيب ليه وهو بيفنن في اصول التعذيب. شخص سادي زي ده كان بيقعد يفنن كل يوم ويخترع آلات جديدة للتعذيب. فاكرين فيلم احنا بتوع الاتوبيس؟ كنا على طول نشوف الفيلم ده ونتعاطف معاه ونفتكر ان كل الاحداث اللي فيه من وحي خيال المخرج، بس ما طلعتش من وحي خيال المخرج ولا حاجة. ده طلعت هي دي فعلا اساليب تعذيب حمزة البسيوني، وما خفي كان اعظم، لان هو كان بينتهك ادميتهم وبينتهك الفطرة اللي اتولدوا عليها. وكان هو يقال ان هو صاحب من اخترع العروسة الخشب، اللي هي عبارة عن راس وايدين مفرودة ورجلين مفرودة. وكان يجيب المسجون ويوقفه على العروسة الخشب دي ويفرد اطرافه ويربط اطرافه الاربعة كلها ويدهن جسمه كله زيت، وكان يجلده عشان التعذيب يبقى اضعاف مضاعفة. والعساكر من كتر ما هي كانت بتتعب من الجلد كانوا بيبدلوا مع عساكر تانية. انتوا متخيلين كل ده على معتقل واحد، وبعد كده ينتهك ادميته اللي خلقها بيه ربنا. كان يجيب المساجين وبعد ما يجردهم من ملابسهم كان يربط طوق في رقبتهم ويخليهم يمشوا اعزكم الله زي الكلاب. وكان يقول لهم: انتوا عارفين الكلاب بتعمل ايه؟ يقولوا له: بتهوهو يا باشا. يقول لهم: طب ما يلا هوهو. وكان هو بيبقى مبسوط جدا باللي هو بيعمله، مستمتع لانه هو شخص ثدي. في السجن الحربي ده كان ممنوع الزيارات، ممنوع. لو جبت واسطة ايه ممنوع اي زيارة. ففي واحدة ست بعد محاولات وبعد واسطة قدرت ان هي تجيب زيارة عشان تزور جوزها. قال لها: طيب خلاص ماشي، ووافق ان هي تزور جوزها مع ان دي غريبة. واول ما دخلها عشان تقعد وتشوف جوزها، دخل جوزها عليها في منظر لا يوصف. دخل جوزها وهو بيحبو على ايده ورجله عزكم الله زي الكلب، ورابط سلسلة في رقبته زي الكلب، وهو داخل وهو عمال يهوهو. مراته اول ما شافته كده انصدمت. كل ده قدام مراته وبنته. ده لما كان بيحب يكرم مسجون كان بيدخل عنده كلب من الكلاب بتوعه، يدخله الزنزانة على اي مسجون يقعد وياكل ويشرب ويعض في المسجون ويبهدله. طبعا بيبهدل الزنزانة ويخلي ريحتها مش حلوة. وبعديها بكام يوم يبقى يخرج الكلاب بتاعته ويسيب المسجون في وسط الريحة وفي وسط القرف اللي هو بيبقى قاعد فيه. حمزة البسيوني كان عنده مسجون في السجن كان مبهدله ومعذبه اخر بهدلة. المسجون ده كان مهندس معماري. حمزة البسيوني جابه وقال له: تعالى، لو قدرت ان انت تنفذ لي قصر هنا جوه السجن اللي احنا فيه ده هعفو عنك، ولو ما قدرتش يبقى ما تلومش الا نفسك. هنا طبعا المهندس اتشقلب وعمل قرد، وفعلا صمم له القصر اللي هو عايزه. واللي بنى القصر ده كوادر البلد، المساجين، مهندسين ودكاترة ومحاميين وناس ليها احترامها، هم اللي كانوا يشيلوا الحجارة والطوب، وهم اللي بنوا القصر لحمزة البسيوني. اول ما قعد في القصر بتاعه كان محصن نفسه من ذخيرة وسلاح وقنابل، لانه كان عنده هوس كده وخوف ان المساجين في اي لحظة ممكن يهجموا عليه ويموتوه. ولكم ان تتخيلوا ان اللي بيخاف من العفريت بيطلع له، وان هو ده هو اللي حصل فعلا. في مرة من المرات حمزة البسيوني كان مسافر
والمساجين خلاص بقى فقدت عقلها من كتر التعذيب اللي شافته. المساجين صارت وهجمت على الضباط، ده كمان مسكوا الضباط حبسوهم جوه الزنازين وهم اللي خرجوا. هنا ضباط حمزة البسيوني اتجننوا واتصلوا عليه وقالوا له الحقنا، احنا مش عارفين نعمل ايه. قال لهم اضربوا طلقتين في الهوا وهم هيخافوا. الحمير بدل ما يضربوا في الهوا ضربوا في المساجين وموتوا عدد كبير جدا من المساجين. الوقت ده حمزة البسيوني جه من السفر وجه طبعا لقى المساجين والدنيا بايظه. قال لهم طب شوفوا انتوا عايزين ايه؟ قالوا له احنا عايزين المشير حكيم عامر. واول ما جه المشير حكيم عامر قالوا له مش عايزين حمزة البسيوني في السجون. راح المشير حكيم عامر واتكلم مع جمال عبد الناصر. هنا جمال عبد الناصر قرر ان هو يشيل حمزة بسيوني من السجون ورقاه للواء. هنا حمزة البسيوني اول ما عرف اتجنن وراح جري عليه وقال له لا انا عايز ارجع السجون تاني، انت كده بتعذبني، كده بتشمتهم فيا. قال له يا عبيط انا برقيك. قال له لا انا عايز ارجع السجون تاني. وفعلا جمال عبد الناصر رجعه السجون تاني، عشان اول ما يرجع السجون مسك المساجين انتقم منهم على اللي عملوه وعذبهم اشد عذاب اكتر من الاول. بس بعديها حصلت نكسة 67 وجمال عبد الناصر اتشال هو وكل القيادات اللي كانت معاه، من ضمنهم طبعا حمزة البسيوني، واتحكم كمان عليه بعديها ب2 سجن. وفي السنتين السجن دول ما اقدرش اقول لكم اول ما دخل السجن ايه اللي اتعمل معاه. هو اتعمل معاه حفلة وتشريفة والمساجين انقضت عليه، خلصوا فيه القديم والجديد. وللأسف كانوا هم 2 سنين بس قضى عقوبته وخرج. ويوم 17 نوفمبر سنة 71 كان أول يوم العيد، كان حمزة البسيوني سايق العربية هو وأخوه وراجعين من اسكندرية. وهو سايق العربية بسرعة جنونية، كان قدامه عربية فيها حديد مسلح من اللي هو الأسياخ، لو تعرفوها أكيد تعرفوها طبعا وأكيد شفتوا الصور. ورشق حمزة البسيوني في العربية، ولكم أن تتخيلوا أن كل الحديد المسلح ده اخترق العربية واخترق حمزة بسيوني ذات نفسه، لدرجة ان هو خلع كتفه من جسمه وقسم جمجمته لنصين. الضابط اللي كان بيحقق في الموضوع ما قدرش يستحمل المنظر البشع اللي شافه واغمى عليه، لدرجة ان هما ما كانوش قادرين يسلكوه من الحديد. وتوفى حمزة البسيوني الموتة اللي يستحقها. وبعديها جم عشان يغسلوه، اتغسل 11 مرة، لان اعزكم الله كل مرة كانوا بيغسلوه كان بيخرج منه البراز، لدرجة ان هم افتكروه ان هو لسه عايش، بس هم اتأكدوا خلاص ان هو مات. وبعد ما اتغسل وكفن 11 مرة كفنوه، بس ما تصلاش عليه في الجامع، لان هو اول ما وصل الجامع كان لازق في النحش بتاعه ما بيطلعش، وما تصلاش عليه في الجامع ولا دخل الجامع اصلا. عايزه اقول لكم كمان ان محدش لا رضي يشيله ولا حد مشي وراه في جنازته. وسبحان الله مات حمزة البسيوني، عاش نجس ومات نجس. وفي مره من المرات الاستاذ ثروت الخرباوي كان بيزور دكتور صاحبه، فلقاه بيطفي السجاير في جمجمه بشريه. قال له معقوله تعمل كده في جمجمه بشريه؟ انت عارف دي جمجمه مين؟ دي جمجمه حمزة البسيوني. انا جبتها مقسومه نصين، نصها بطفي فيها السجاير والنص التاني بحط فيه ميه للعصافير، بس حتى العصافير ما بترضاش تشرب منها. وهو دلوقتي مات وراح عند ربنا عشان يعرف ان الله حق. وكمان عشان تعرفوا ان الناس الظالمه اللي زي دي ربنا بيمد في عمرها ويديها جاه وصحه ونفوذ وخلفه، وبيديهم كل حاجه وما بيبقوش كمان مبتلين، بس ربنا بيمد في عمرهم وبيديهم كل حاجة هم بيطلبوها، عشان لما بياخدهم بغتة مرة واحدة، ما يلحقوش يتوبوا ولا يرجعوا لربنا. عشان دلوقتي هم أكيد يتمنوا يرجعوا للدنيا ولو ساعة واحدة، عشان بس يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويعرفوا أن ربنا حق وان الدين الاسلامي هو الدين الحق. وربنا يحسن ختامنا جميعا. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.